أهلا بكم متابعي قناة أخبار عربية ومعلومات. زياش واش الطاولة عارف شنو كيدير؟ تخيلوا معايا لاعب كيسمح في 5 ديال المليار سنتيم، وكثر من هادشي هذا هو دابا بدون فريق، وهذا هو الكابوس ديال اي لاعب كرة، انه يبقى بدون فريق. غتشوف هادشي هذا غادي تقول وقيلا زياش ما بقاش عارف شنو كيدير، ولكن بالعكس زياش عارف شنو كيدير وقاصد شي حاجه كبار من يلعب في قطر ولا يلعب في دول الخليج. ماشي هذه هي التطلعات ديالو، مازال كيشوف بعيد وباغي العالميه، وباش يوصل للعالميه كاينه حاجه وحده اللي دابا دايره الحدث، وهي كأس العالم للأندية. هذا هو السر ديال زياش، داكشي علاش حيد من الفريق القطري وسمح ليهم في 5 ديال المليار دولار، اللي قليل اللي غادي يدير بحال هكا شي لاعب اللي يقدر يسمح في هذا المبلغ هذا ويسمح فريق ويبقى هو بلاش. خاصو يكون سميتو حكيم زياش، وخاصو يكون من اسود المنتخب المغربي، وما نساوش داكشي اللي قدم زياش للمنتخب المغربي. بهذه الطريقه هذه اللي دار زياش غتخليه يرجع للعالميه، ودار واحد الحاجه اللي الصراحه بينات بانه عارف شنو كيدير. دار شي تصاور بانه كيتريني وكيوجد راسو كيستعد لواحد النيفو واحد اخر، وقريبا نقدروا نسمعوا زياش مع شي فرقه اللي لعبه في كاس العالم للانديه. وعلاش لا؟ تقدر تكون الوداد وتقدر تكون شي وحده اخرى، ولكن ما كرهناش يكون مع الوداد ونشوفوا شي مفاجآت في هذا كاس العالم للانديه. حظ موفق لأسد المغرب حكيم زياش.